تذكير سريع بأحداث الجزء اللي فات من حكاية لوفي. شفنا مع بعض الطاقم بيوصلوا لمدينة الوتر سيفن، وبعدها بتروح نامي ويوسف ولوفي بيبيعوا الذهب اللي فلوسه بتتسرق منهم من عائلة فرانكي. وبعدها بيقول نجارين ايسبرج للوفي ان السفينة بتاعته خلاص مش هتكمل لأبعد من كده وده نهايتها. بيرفض يوسف قرار لوفي بالتخلي عن الكونج ميري وبيسيب الطاقم وبيمشي، وبعدها بيتقاتلوا هو ولوفي في معركة قوية بتنتهي بانتصار لوفي. وشوفنا كمان اختفاء روبين وشغلها مع منظمة غريبة وبيهجموا على ايسبرج، وفي النهاية عرفنا ان اللي هجم على ايسبرج هم النجارين بتوعه اللي شغالين معاه اللي كانوا متخفيين ومحدش يعرف عنهم حاجة. اتأكد انك عامل اشتراك وحاطط اللايك الجميل وصلي على سيدنا محمد، ويلا نكمل الجزء الثاني من حكاية ارك الوتر سفن. بنشوف فرانكي هو بيروح عند سفينة الكونج ميري وبيلاقي يوسف لوحده هناك، وبيقول له ان هو هياخده هو والسفينة كرهينة لحد ما يقابل قبعة القش لوفي ويخلصوا حساباتهم مع بعض. وعند المبنى الخاص بشركة جالي بنشوف زورو ونامي وتشوبر، وزورو هزم كل الناس اللي كانت موجودة، وبعدها بيجروا هما التلاتة لجوه المبنى. بيقدر لوفي انه يحرر نفسه وبعدها بيحرر باولي. بنروح عند ايسبرج وهو واقع على الارض وواقف قدامه رجالته اللي كانوا شغالين معاه، بس طلع في الاخر ان هما رجالة الحكومة. بيعرفوا ليتشو بيهم وبيقول له انك اكيد عارف السايفر بول التابع للحكومة العالمية. سايفر بول التابع للحكومة العالمية بيتكون من 8 مجموعات بتبدأ من السي بي 1 لحد السي بي 8. الثمان مجموعات دول منتشرين حول العالم في اماكن متفرقة وكلهم شغالين تبع الحكومة. المجموعة دي بقى هي السي بي 9، مجموعة سرية محدش يعرف عنها حاجة ومعاهم تصريح بان هم يقتلوا اي حد في سبيل مهمتهم. بيقول له ان الحكومة عايزة ترجع الاسلحة التاريخية عشان تقدر تنهي عصر القراصنة. بيمسك كاكو ايد ايسبرج علشان يشوف نبضه، ولوتشي يبدأ يسأله اسئلة، ولو كذب وبان عليه الخوف نبضه بيتسارع. بيقول له انه مش بالغباء اللي يخليه يرمي الخرائط الحقيقية، وان الخرائط المزيفة اللي عنده دي مجرد تمويه والحقيقية موجودة مع شخص تاني. بيقول له ان توم الشخص اللي علمه صناعة السفن كان عنده تلميذين، هو وشخص تاني، والشخص التاني ده الحكومة العالمية قالت انه مات، والشخص ده كان اسمه كاتف لام. بيقول له ان بعد ما عملوا تحقيقاتهم عرفوا ان كاتف لام لسه عايش تحت اسم فرانكي. قلبه ونبض ايسبرج بيبدأ يتسارع، وبيعرفوا ان التحقيقات بتاعتهم كانت صح. فجأة بيخش عليهم لوفي وباولو وزورو ونامي وتشوبر وبيوصلوا لمكانهم كلهم، وهناك بيتصدم باولي ان لوتشي هو اللي كان ورا كل ده وبيهجم عليه، بس لوتشي بيتجنب هجومه بكل سهولة وبيضربه ضربة واحدة بتخليه مش قادر يقف. وبيقول له لوتشي ان هما اتعلموا فنون قتالية طوال السنين اللي فاتت دي واكتسبوا قوة رهيبة ومش هيقدر يعمل حاجة قدامهم. بيهجم عليه لوفي بلكمات سريعة ورا بعض، بس جسم لوتشي ثابت وما تأثرش بأي هجوم، وبيتحرك لوتشي بنفس الطريقة بسرعة رهيبة وبيضرب لوفي وبيطيره بعيد. بتكلم نامي روبين وبتقول لها ليه بتعملي كده وبتشتغلي مع ناس من الحكومة، وبتقول لها ان الموضوع كبير ومش هتفهموا حاجة وخلاص، ودعتهم لما اتكلمت مع تشوبر وسانج. وبيقول لوتشي ان هما ما عندهمش وقت للكلام، في شخص لازم يلاقوه. وبتبص كاليفا في الساعة بتاعتها وبتقول انه فاضل دقيقتين بس والمكان ده كله يولع. بيحاول لوفي يهجم عليه بس اجسادهم صلبة زي الحديد وسرعتهم عالية جدا، وبيضربوا تاني وبيقع لوفي وزورو بعد ما اتهزموا بسهولة من الناس دي. وبيقول لهم لوتشي ان هو هيوريهم قوته الحقيقيه، وبيستخدم قوه فكة الشيطان بتاعته وبيتحول لشكل فهد بشري، وبيهجم عليه لوفي ولوتشي بيضربه في بطنه وبيرميه بره المبنى كله. وبيهجم برضه زورو بنفس الطريقه، بيرميه لوتشي بره برجليه وبيوقع زورو في الميه. بيبدأ المبنى كله يولع وايسبرج وباولي جوه ونامي واقعه بره. وفي نفس الوقت بنشوف فرانكي مع يوسف، وفرانكي قاعد يعيط بعد ما سمع قصه يوسف وانه ساب الطاقم، وفرانكي طلع شخص طيب وعنده مشاعر، وبيقول له فرانكي انه ينضم ليه، بس يوسف بيرفض وبيقول له انه لسه قرصان. في الوقت ده بنشوف لوتشي واللي معاه في طريقهم لمكان فرانكي بعد ما عرفوا موقعهم. يسأل فرانكي يوسف عن ناوي يعمل ايه بعد ما يصلح السفينة، وبيقول يوسف ان هو يكمل رحلته في الجراند لاين لانه لا يزال قرصان، بس فرانكي بيقول له ان السفينة خلاص مش هتقدر تكمل تاني في البحر. وبيتخانق يوسف معاه وبيمسكه فرانكي وبيرميه في المية، وبيقول له شوف انت بنفسك السفينة من تحت. شوف يوسف السفينة وبيعرف جواه ان السفينة خلاص انتهت. بيطلع يوسف وهو ساكت وبيكمل تصليح في السفينة، وبعدها بيعيط وبيقول انه كان عارف ان السفينة انتهت من زمان. وبيقول لفرانكي انه لما كان في جزيرة السماء سمع صوت جاي من عند السفينة وهو نايم، ولما راح شافها لقى شخص واقف بيصلح في السفينة، ولما جه الصباح لقوا السفينة رجعت سليمة زي الاول. وبيقول له انه حاسس ان اللي عمل كده كانت روح السفينة نفسها. بيقعد فرانكي وبيقول له انه مش مجنون وان اللي شافه حقيقة، وبيقول له انه شاف قرب ماتو الاسطورة اللي انتقلت من بحار للتاني، وهي جنية معاها مطرقة وبتساعد البحارة في تصليح السفن. وهم واقفين بيتكلموا بيحضر لوتشي والرجالة اللي معاه. بيحاول فرانكي يهجم عليه بس لوتشي بيضربه وبيوقعه بكل سهولة. بيقول له لوتشي انه عارف كل حاجة وعارف كمان انه كان تلميذ توم،
بيتفاجئ فرانكي من كلامهم وبيسألهم عن ايسبرج، وبيقولوا له انه مات، وبيقولوا له ان هم هنا عشان الخرائط التاريخية اللي عرفوا اللي هي معاه. بس فرانكي بيهجم عليهم ولوتشي بيضربه وبيكسر الحيطة اللي وراه، وبيخشوا جوه الأوضة وبيلاقوها مليانة مخططات، وبيشوفوا صورة لتوم مع فرانكي وايسبرج، وفرانكي بيقول لهم ما تلمسوش الذكريات بتاعتنا. وبنروح بعدها نشوف ماضي فرانكي وايسبرج وتوم، وبنشوف قوة ومهارة توم الكبيرة في صناعة السفن، وان بمهاراته قدر يرجع مدينة الوتر سيفن تاني للحياة بعد ما القراصنة بدأوا ييجوا للمدينة عشان يصنعوا سفنهم عنده. وفي يوم جت البحرية وقبضت على توم واتحاكم بتهمة صنع سفن للقراصنة بطريقة غير شرعية، ومن القراصنة اللي صنع سفنهم كان جولدي روجر ملك القراصنة. اتحكم عليه بالموت، وقبل ما ياخده بيقول للقاضي انه شغال على مشروع قطار هيشتغل بالبخار وهيمشي على المية، والقطر ده هيساعد مدينة الوتر سيفن جدا وهيرجعها وهتبقى مزدهرة تاني، وبيقول له انه فاضل بس يلاقي الطريقة اللي يثبت بيها القضبان على المية، والموضوع ده هياخد وقت ومجهود طويل. وبيقول له انه عشان يوصل القطر بكل الجزر المجاورة ويكون موجود في المحيط دايما محتاج 10 سنين، وبيوافق القاضي على طلبه وبيديله مهلة 10 سنين. بنشوف فرانكي وايسبرج وهم قاعدين مع توم، وبعدها بيظهر على فرانكي انه زعلان من اللي حصل، وبيبدأوا بعدها كلهم في تصنيع القطار البحري الاول من نوعه في العالم والبحار. بعدها اخيرا بيقدروا يصنعوا القطار البحري وبيقفوا كلهم وهم حاسين بالفخر، وبعدها بتبدأ جزيرة الوتر سيفن في ان هي تكون من المدن المهمة في الجراند لاين. يجي ضابط من البحرية اسمه اسبان دام وبيطلب من توم ان يديله مخططات السلاح الاسطوري بلوتون اللي معاه، بس بيقول له توم ان المخططات دي مش معاه، وبيغضب اسبان دام وبيسيبه ويمشي وهو بيتوعد ليه. بعدها بيروح اسبان دام للقيادات الحكومة العالمية وبيقنعهم ان هو لازم يرجع الاسلحة التاريخية دي علشان ينهي عصر القراصنة، وبالفعل بيوافقوا وبيقولوا له معاك الصلاحيات لإرجاعه. وبنشوف بعدها توم وهو بيدي المخططات دي لايسبرج وفرانكي وبيقول لهم ان الحكومة بدأت تدور عليها وانهم لازم يحموها مهما كان علشان لو الاسلحة دي رجعت هتدمر العالم كله. وبعد ال10 سنين بيجي اليوم اللي هيتحاكم فيه توم، والكل بيتوقع براءته بما ان هو نفذ وعده وقدر يصنع القطار البحري اللي ساعد البحرية والناس كلها. بس فجأة بتظهر سفن مسلحة كتير وبتهجم على سفن البحرية وعلى قاعة المحكمة. بيبص فرانكي وبيشوف ان هي دي السفن اللي كان بيصنعها طول السنين اللي فاتت، وبنشوف اسبان دام وهو بيضحك بعد ما جاب تهمة جديدة لتوم والمرة دي مفيش براءة منها. وبعدها بيحاول ايسبرج هو وتوم يوقفوا السفن الحربية دي، وبيتصاب توم وبيقول ايسبرج لفرانكي انه قال له كتير يبطل صنع السفن الحربية دي واديها هتكون سبب في موت توم. بعدها بيجي اسبان دام وبيقول ان وقت محاكمتهم جه، وبيطلب توم من القاضي ان يدوا براءة لايسبرج وفرانكي علشان هم ساعدوه في القطار البحري، وبيقول ان هو المسؤول عن الهجوم ده كله لوحده. بيقول له القاضي لسه فاضل تهمة التعاون مع جولدي روجر، وبيقول له توم ان التهمة دي فخر ليه ومش هينكرها. بس بيغضب فرانكي وبيهجم على اسبان دام وبيضربه في وشه، وبعدها بيهرب من الحكومة. وبتاخد الحكومة توم في القطر وبتمشي بيه علشان توديه سجن الانيس لوبي. بيروح فرانكي وبيقف قدام القطر اللي بيكون راكب فيه اسبان دام وبيبدأ يضربه بالقذائف وبيضرب القطر فرانكي. نرجع تاني للوقت الحاضر، واللي بيقول لوتشي لفرانكي انه حاليا كل التهم اللي كانت موجهة ليه زمان هترجع تاني بما انه لسه عايش. وبعدها بنشوف اسبان دام وهو لسه موجود وبيقول لفرانكي انه كان مستنيه من زمان. وبعدها بياخدوا فرانكي علشان يروحوا سجن الانيس لوب. وعند مبنى شركة جالي اللي بيتحرق بنشوف تشوبر وهو بينقذ ايسبرج وباولي وبيطلعهم من المبنى. لوتشي واللي معاه وهم ماشيين بيشوفوا يوسف وبيقول كاكو انه فاكر انه كان من طاقم قبعة القش، وبيقول له ان هو هياخده كمان معاه السجن. بعدها كاكو بيبص للسفينة وبيفتح الباب الكبير للمبنى اللي هم فيه وبيرميها منه. نشوف ايسبرج بعد ما فاق وهو قاعد مع نامي وبيحكي لها اللي حصل مع روبين لما كانوا هما الاتنين بيتكلموا مع بعض. وبنشوف روبين لما كانت بتتكلم مع ايسبرج وبتقول له ان السي بي 9 ارغمتها ان هي تلفق تهمة الهجوم عليه لطاقم قبعة القش، والا هينفذوا نداء الدمار عليهم. نداء الدمار ده بيكون امر عاجل بيتم فيه استدعاء 5 نواب الادميرالات و10 سفن من الحربية لمكان واحد، وبيتم تدمير المكان ده كله بدون اي رحمة. تقول له ان هدفها ان لوفي والطاقم يسيبوا الجزيرة وهم بخير، وعشان كده بتساعد رجالة البحرية وهي مش مهتمة بالسلاح سواء يرجع ولا ما يرجعش. طول عمرك أصيلة وبنت حلال يا روبين. بتفرح نامي وتقوم تجري وهي بتقول ان هم هيرجعوا روبين وهينقذوها مهما كان اللي هيحصل. وبنشوف القطر وهو جاهز عشان ياخد روبين والحكومة، وبرضه بنشوف سانجي اللي كان واقف هناك مستنيهم. وبيطلع رجالة البحرية للسفينة وهم معاهم روبين وفرانكو ويوسف. وبنشوف ايسبرج وهو بيقول لنامي ان هم لازم يلحقوا القطر قبل ما يمشي علشان دي الطريقة الوحيدة اللي هتاخدهم لسجن الانيس لوب. بتقول نامي ان هما محتاجين يلاقوا لوفي وزورو الاول اللي طاروا من المبنى، وفي الوقت ده بيمشي القطر وبكده بيفقد الطاقم فرصته في انه يسيب الجزيرة دي. بتروح نامي للمحطة وبتلاقي رسالة من سانجي وبيقول لها انه ركب القطر وساب لها حلزون اتصال علشان يكلمها في اقرب وقت ويبلغهم باللي هيحصل.
وبنشوف سانجي في الوقت ده وهو بيقتحم القطر وبيضرب كل رجالة البحرية اللي في أول عربة. وفي مدينة الوتر 7 كان كل الناس بتدور على لوفي وزورو، وبتقدر نامي تعرف مكان لوفي وتشوبر بيعرف مكان زورو، بس الاتنين موقفهم صعب والبحر جايب موجة كبيرة جدا هتضرب المدينة، وبتظهر الموجة الكبيرة دي وبيقدر لوفي وزورو ان هما يحرروا نفسهم في آخر لحظة. تحكي نامي للوفي وزورو اللي عملته روبين وان هي ضحت بنفسها وراحت مع البحرية علشان تنقذهم، وبيقول لوفي ان هما هيروحوا في مهمة انقاذ روبين، وبيقول لهم باولي ان البحر حاليا في حالة هيجان، وحتى لو خدوا السفينة فكلها دقايق والبحر هيدمرها. هما واقفين بيتكلموا بتقول لهم كاكورو ان هي توصلهم بقطار بحر تاني، وعند القطر بنشوف سانجي هو عمال يهزم كل رجالة البحرية وبيتقدم في العربات لحد ما بيوصل لمكان يوسف وفرانكي. بيروح الطاقم وهما معاهم كاكور للقطر التاني، وهما بيجهزوا وبيحضر الناس اللي كانوا شغالين مع فرانكي وبيقولوا لهم ياخدوهم معاهم عشان ينقذوا اخوهم فرانكي. وبيقبل لوفي ان هو ياخدهم معاهم، وبيقول واحد منهم ان هما مش هيركبوا على القطر وعندهم وسيلة تانية. بينزل القطر للبحر ووراهم عائلة فرانكي على سفينة بيجرها حصانين بحر كبار. بيتكلم لوفي وبيقول ان لوتشي هيبقى هو خصمه لما يوصلوا. في الوقت ده بتظهر موجة تانية كبيرة قدام القطر وبيفضلوا يضربوا فيها بالمدافع علشان يفتحوا طريق منها، بس مفيش حاجة نافعة معاها والقطر فاضله ثواني ويصطدم بيها ويتدمر. بيطلع زورو ولوفي فوق القطر وبيستخدموا قوتهم هما الاتنين وبيفتحوا طريق وبيعدي منه القطر. وبعدها بيتصل سانجي بنامي وبيكلم لوفي وبيعرفه ان هو في القطر مع روبين، وبيقول يوسف وهم على القطر مش هيقدر يعمل حاجة تاني وانه خلاص ما بقاش من الطاقم ده. وفرانكي بيحاول يوقفه بس سانجي بيقول له سيبه براحته وبيمشي يوسف. وبعدها بيظهر شخص تاني وبيقول لهم ان هو سمع ان هما الاتنين عايزين ينقذوا انسة مخطوفة وان هو هيساعدهم، وبيقول ان اسمه سوب كينج. اعملوا مش واخدين بالكم يا شباب. وبيجهزوا هما التلاتة وبيقول سانجي ان هو عنده خطة وبينزلوا لجوه القطر وبيقدروا يفصلوا العربية اللي فيها جنود البحرية عن باقي القطر. وبتوصل الأخبار للوتشي وبيقول إن مهمتهم لاستعادة روبين مستحيلة وإن محدش هيقدر ياخدها منهم من على القطر. في الوقت ده كان سانجي بيواجه خصم ظهر إنه قوي جدا وسانجي بيعاني قدامه، وفرانكي كمان كان قبله واحد من رجالة لوتشي الأقوياء. نشوف في القطر اللي كان فيه لوفي وبيقابله قدامه مقاطع السفن المشهور من البحرية تيبون اللي كان موجود في العربية اللي فصلها سانجي عن القطر، وبيخاف كل اللي في القطر منه، بس زورو بيقف في مواجهته وبيمسك زورو الثلاث سيوف بتوعه وبيهجم على تيبون وبيهزمه. الوقت ده على القطر التاني بيقدر سانجي وفرانكي ان هما يهزموا الاعداء اللي قدامهم، وبيخشوا هما الاتنين العربية اللي فيها لوتشي والعملاء السي بي 9. وهما بيتكلموا بتظهر روبين وهي معاها يوسف وبيقول لها سانجي يلا نرجع، بس روبين بتقول له وقف اللي بتعمله ده عشان حتى لو شرحت لك مش هتقدر تفهم حاجة. بيحاولوا يرجعوا روبين بالقوة بس محاولتهم بتفشل، وبيهجم كاكو على سانجي وبيوقعه على الارض. بيكسر فرانكي باب العربية وبيرمي نفسه في العربية اللي فيها لوتشي، وبيسيب العربية اللي فيها سانجي ويوسف وروبين وراه علشان يهربوا، بس بيظهر الشخص ده من ورا سانجي وبيضربه بيطيره بعيد. وبعدها بيضرب يوسف وبيحاول سانجي يهجم عليه تاني بس برضه بينضرب منه، وبياخد الشخص ده روبين وبيخشوا جوه الباب اللي بيصنعه وبيختفوا وبيظهروا في العربية التانية. وبيوصل فرانكي وروبين ورجالة البحرية لسجن الأنيس لوبي، والقطر اللي فيه لوفي بيركب معاهم سانجي ويوسف وفي طريقهم للسجن. روبين وفرانكي داخلين السجن ولوفي في طريقه لمواجهة قوة عظيمة من قوى البحرية واقتحام سجن كامل. وبس كده، ده كان نهاية أرك الوتر 7، وفي الجزء الجاي هنبدأ في أرك الأنيس لوبي. أتمنى الملخص يكون عجبكم وما تنسوش تصلوا على النبي وسلام.